اكيد فكرتي في الجمله دي او على الاقل سمعتيها كتير، وانا بقول لك ان ده غلط وما تفكريش كده. في امهات كتير فاكره ان علشان هي مش بتعرف تتكلم انجليزي كويس فان ده هيبقى عائق كبير قدام ان ابنها يخش مدرسه كويسه، سواء كانت مدرسه لغات او مدرسه انترناشونال. انا بقول لك غلط، والعلم كمان بيقول لك غلط. فاكره المقاله اللي كلمتك عنها من كام يوم في الفيديو لما قلت لك ان احسن حاجه تحصل للطفل ان هو يتعلم لغتين مع بعض من هو صغير، وقد ايه ده هيفيد دماغه؟ ملخص المقاله دي بيقول لك قد ايه التعدد اللغوي مفيد جدا للدماغ البشريه، واننا نقدر نتعلم اي لغه في اي سن. صدقيني انا واحده بدرب الاف الستودنتس، كان عندي طلبه في سن كبير عادي جدا. خليني اقول لك ان كان مره عندي سيده جميله عندها 57 سنه، فانا بطمنك وبقول لك ان لسه قدامك فرصه عادي انك انت تتعلمي وتوصلي، وطوري كمان الانجليزي بتاعك علشان تساعدي ولادك يعدوا في الانترفيو بمنتهى الثقه. وكل ما قدرتي تطوري اللغه عندك كل ما قدرتي تساعديهم وتسبورتي معاهم في اول سنين من الدراسه. طب لو ما عندكيش وقت وعايزه حاجه تلم لك الدنيا بسرعه وفي نفس الوقت تساعدك في الانترفيو بتاع المدرسه، انا عملت بوكس مخصوص للامهات اللي عايزه مستقبل افضل لاولادها بس في نفس الوقت وقتها ضيق شويه. كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي، ده هتحتاجيه لحياتك اليوميه. كتاب انترفيو مدرسه ليكي ولطفلك. كمان كورس مسجل للجرامر ومعاه كتيب تدريبات في الاجابات من ورا، وكمان في تيبل كبير ملمم لك كل الافعال الشاذه بتاعت الانجليزي. عايزاكي دايما تفتكري ان اللغه ابدا مش هتقف قدام تحقيق المستقبل اللي انت عايزاه لطفلك. اكتبي لي كلمه مستقبل في الكومنتس وابعت لك كل تفاصيل البوكس ده. ولو عندك اي سؤال في العموم ابعتيه لي عادي.